دي طريقتي للبسكوت من سنين وبفضل اعملها في العيد، فيها كل مواصفات البسكوت المثالي، مقرمش وهش وبيدوب في البق. هنحتاج لكيلو من الدقيق لجميع الاستعمالات، يفضل نخله. هنزود عليه رشة ملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، بنقلبهم وهنشيلهم على جنب. هحتاج ل 800 جرام من الزبدة الباردة، استخدمت 200 جرام من الزبدة نيوزيلندي والباقي زبدة اقتصادية. هنضربها بالمضرب، لما الزبدة تنعم هضيف عليها كوبايتين الا ربع من السكر البودر المنخول. هنضربهم مع بعض لحد ما يبقى لونهم فاتح ويدخل لهم هواء ويبقى القوام فومي وهش. هبدأ أضيف عليهم 4 بيضات بحرارة المطبخ. هننزل بأول بيضة تختفي، هننزل باللي بعدها لحد ما بخلص الأربع بيضات. 4 معالق كبار من اللبن البودر، عليهم 4 معالق كبار من اللبن السائل ومعلقة صغيرة من الفانيليا. بنقلبهم مع بعض وهنضيفهم على الخليط. بنكمل تقليب يختلطوا مع باقي المكونات وبنوقف. هبدأ أضيف الدقيق تدريجيا، بنقلبه لحد ما يختفي نوعا ما، ومش بنبالغ في العجن لحد ما نخلص كل كمية الدقيق اللي معانا. قوام العجينة المظبوط بيبقى هش، ولما بمسكها مش بتلزق في ايديا. هسويها جوه الطبق وهغطيها عشان وشها ما ينشفش، وبدخلها التلاجة اقل حاجه نص ساعه. بعد حوالي ساعه طلعت عجينه البسكوت من التلاجة. الصاج بتاعي الومنيوم، مش بدهنه ولا زيت ولا زبده ولا اي ماده دهنيه. هنا سبت ربع العجينه عشان اعمله بالشوكولاته. هزود عليه معلقه كاكاو خام وبقلبه مع العجينه لحد ما يبقى بالشكل ده. الصاج اللي هعمل فيه بسكوت الشوكولاته هحط فيه واحدتين من بسكوت الفانيليا عشان بيبان في التسويه. دي كل الكميه اللي طلعت لي من الكيلو دقيق. الفرن بتاعي لازم وضروري نكون مسخنينه قبلها بربع ساعة على درجة حرارة من 170 ل 180 على حسب الفرن عندكم. هحط على الشبكة في نص الفرن وتابعوا تسويته لحد ما تلاقوا حروفه بدأت تحمر. ووقت التسوية بتكون من 10 دقايق ل 20 دقيقة. آخر دقيقتين كده بشغل عليه الشواية، ولما بيستوي بنخرجه من الفرن ومش بنلمسه لحد ما يبرد. لو لمسناه وهو سخن هيتكسر معانا. شايفين كده لونه مظبوط من قدام وورا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير عشان الكل يستفاد، وما تنسوش تتابعوني عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة.